اول حاجه صلى على النبي، وده يا صاحبي القسم الثالث من حكايه لينيان، ولو ما شفتش باقي الاجزاء فروح شوفها الاول علشان تفهم باقي الاحداث. ويلا بينا. بعد مقابله لينيان لاخوه لينتيان بيتحدى في معركه، وده علشان هو استهزأ باخوه. هو جون بيقول لليان لو كنت راجل فعلا تعالى قتلني، وساعتها شاور بتحذر اخوها وبتقول له هو قاصد يعمل كده. ليليان بيقول لها بس امسكي الحاجات ديت. اخته بتقول له انت هتحاربه بجد ولا ايه؟ بيقول لها مش كده وبس، ده كمان هفشخه. وفي الوقت ده بتكون الناس مستغربه من ردة فعل ليليان، وانه لسه واصل لمحارب 4 نجوم بالكوسه، ودلوقتي هو يجرؤ على محاربه جون واللي هو في الاساس محارب ذو 6 نجوم. وهو بالفعل بيروح عنده ليليان، وجون بيقول له يلا بينا نتقاتل. ولكن فجاه ليليان بيهجم عليه بسرعه البرق. جون بيتخض وبيقول ايه السرعه دي كلها، وليليان كان هيخلص عليه ولكن بيلحق نفسه على اخر لحظه. الواد تفكيره بيتحط عليه وهو بيقول في حاجه غريبه، ايه المهاره اللي استخدمها ديت من فئه المحارب ذو 6 نجوم؟ وليليان بيقول له انت رايح فين؟ انا لسه ما اكتفيتش. حرفيا بينزل في طحن من كل مكان بسرعه البرق. وبعد الضرب ده كله اخيرا بيستوعب جون انه وصل لمحارب ذو 6 نجوم. جون بيترعب اكتر وبيقول له انت ازاي وصلت لمحارب 6 نجوم بالسرعه دي كلها؟ وفي الناحيه التانيه بقى بتصدم الناس لما بتعرف ان ليليان وصل لمحارب ذو 6 نجوم. وهو بيقول ازاي ده حصل؟ ده شبه مستحيل بكل ما تعنيه الكلمه. هو مش روحه ضعيفه ولا ايه؟ ومن الناحيه الاخرى بيقول ليليان لجون انا هوريك الفرق اللي بينا. وهي لها من صدمه. ليليان بيستخدم قوه التابوت، والانتيان بيقول لاخوه خلي بالك الواد ده روحه غريبه جدا. جون بيقول له دي مجرد روح ميته، ايه المخف كده يعني؟ تعالى شوف الروح بتاعتي عامله ازاي. وساعات الروحين بيهجموا على بعض ولكن بيمتص التابوت روح جون بيترعب وبيقول ايه اللي حصل لروحي. ولكن ساعتها بينقض عليه ليليان وبيخرجه بره الحلبه، وبيجري لينتيان علشان يطمن على اخوه. لا بجد والله ما هو كل ده بسببك. بعدها بيقول لهم ليليان لو لسه عاوزين تحاربوني في المستقبل فانا هكون موجود. وشياوير بتروح عند اخوها وبتقول له انت كنت عظمه. ليليان بيقول لها اي خدمه ويلا بينا نرجع البيت. وبعد ما راح ليليان بيقول من غير فنون القتال ما فيش اي شعور بالقوه، وبصراحه القوه مش مبهره للدرجه دي. جونج بتقول له ايه هي الفنون اللي كنت بتمارسها الاول؟ المهم بيقول لها الفن القتال اللي معايا ده مش مكتمل، وخدي شوفيه اذا كنت تعرفي ترجعيه كامل زي ما كان ولا لا. وبالفعل بتاخده منه وبتقعد تقلب فيه، وبعدها بترميه وبتقول له انا هعلمك. ليليان بيتصدم وبيقول لها هو ده كل حاجه ولا ايه؟ جونج بتقول له يا عمي انا هعملها لك علشان تصدق. وبتعمل كذا حركه وبتنفذها بنجاح، حرفيا الحيطه اللي قدامها بتتفشخ. ليليان بيثبت في مكانه وبيقول لها ده على كده لو ضربت شخص فهيتم تكسير عظامه في لمح البصر. بتقول له قوه جباره، انا بس كنت بوريك، انا لو استخدمتها بقوتها الكامله فبيتك كله هيقع على الارض. ليليان بيخاف وبيقول لها في قوه مرعبه لمستوى البشر بالشكل ده. بتقول له القوه الحقيقيه بدون اي استخدام فنون قتاليه قادره على تدمير سلاله بهزه ايد واحده، وانت بتسميها لي قوه مرعبه؟ المهم بقى بتقول له بطل كلام فارغ، انا وريتها لك زي ما قلت ودلوقتي تقدر تجربها بنفسك. ليليان بيقول لها انت بتكلميني ولا ايه؟ جونج بتقول له انت لسه ما فهمتهاش؟ بيقول لها ايوه شفتها وفهمت، بس مش عارف اذا كنت اقدر انفذها بشكل جيد ولا لا، بس ما فيش عيب من المحاوله، انا هحط فيها مجهود كبير جدا علشان انفذها صح. وبالفعل بينفذ تحركاتها وبينجح في اتقان المهاره، ولكن لسه ناقصه شويه خبره. جونج بتقول في نفسها الواد ده مش وحش فعلا، ولكن من صعوبه المهاره بيكون ليليان تعب جدا. وجونج بتقول له بحسب مستواك واللي هو 6 نجوم فانت مؤهل لتعلم المهاره من اول مره. ليليان قال لها بجد شكرا. جونج بترمي عليك كتاب وبتقول له لازم تتعلم الخطوات دي الاول، وعلى اي حال فن القتال اللي معاك ده مستوى عادي ورتبه عاديه، يعني من السهل انك تتدرب عليه. قال لها خلاص انا فهمت. وبعد شهرين من التدريب بتترفع قوه ليليان جدا، وده غير المهارات الثلاثه اللي اتعلمهم. وهوبا بيدي بوكس في الصخره اللي قدامه وبيفرتكها 100 حته. وفي الوقت ده بيحس ليليان بتجمع الطاقه جواه، وبيقول هي دي الفرصه الامثل علشان اعدي مستوى تدريبي. وبالفعل بيبدا في تجميع طاقه السماء والارض وبعدها بيفرغها في الهواء. وليليان بيكون فرحان لانه متوقعش انه هيبقى محارب 7 نجوم قبل مباريات العشائر، وبكده هو مستعد ليها واللي هتبدا بعد يومين. ساعتها اخته بتقطعه وبتقول له انا عندي خبر هيفرحك جدا. قال لها ايه هو الخبر ده؟ بتروح عليه وبتقول له بص قوتي عامله ازاي. ليليان بيتفاجئ لانها اصبحت محاربه من فئه ال5 نجوم. قالت له ايوه صح انا اصبحت محاربه 5 نجوم. قال لها وانت مش من شهرين كنت محاربه نجمتين بس، ولكن انت اتطورت ازاي بالسرعه دي؟ وليليان بيقول في سره هي مش زيي خالص، وده لان جونج هي اللي بتساعدني. قالت له انا مش عارفه، انا اتدربت شويه ولقيت قوتي كده. قال لها اتدربت شويه؟ طب بس علشان لو الناس سمعت كده هتتصدم. ولكن ساعتها بيفتكر كلام جونج عن الشياو اير وان عندها بنيه سماويه اسطوريه، وده ممكن يكون له علاقه بالموضوع. جونج بتقول له على اي حال روحها لسه ما صحيتش.
ولما يتم تنشيطها فروحها هتصحى بالكامل. ليليان قال لها ده كله لسه ما صحيتش، ولكن بيحب يأكد وبيقول لاخته ايه هي روحك. بتقول له انا حاولت اصحيها ولكن معرفتش. وفي الوقت ده والدنا ما كانش فاهم اللي بيحصل. ليليان قال لها مش مهم، وبالمناسبة انت بتتحسني بسرعة خيالية، والروح مش كل حاجة وممكن تبقى قوية من غيرها. يعني بص عليا، الناس بتقول ان صحة روح ضعيفة وعديمة الفايدة. اخته بتقول له روحك مش ضعيفة، هما بس اللي حمير مش اكتر. ليليان قال لها خلاص ويلا بينا نشتغل على انفسنا، بس في سؤال، هو انت هتشاركي في مباراة العشيرة ولا لا؟ بتقول له ايوه، والدي قال لي اني اشارك فيها بكل الاحوال، ولو ما قدرتش افوز فانا هعترف بالهزيمة. ساعتها ليليان قال لها بص الشيوخ الموجودة، وبيتضح ان والدهم واحد من الشيوخ، والناس الموجودة بتقف احتراما ليهم. وساعتها ابو ليليان قال لهم مش هتكلم كتير، انتوا عارفين قواعد المباراة ازاي، ومن دلوقتي هنبدأ القرعة علشان نعرف مين هم اخصامكم. نروح بقى للحكم اللي بيعمل القرعة، وبيقول لكل المشاركين تعالوا بسرعة علشان تسحبوا القرعة. وبعد ما بيخلصوا بتقول الشيوخ لاخوها انا سحبت رقم 8. ليليان قال لها انا كده هكون قبلك، انا سحبت رقم 3. المهم الشيخ اللي واقف ده بيقول لهم اول 5 يدخلوا الحلبة، وليليان بيقول لاخته انا هروح دلوقتي. وبالفعل بيروح الحلبة وبيستعد للقتال، ويانج بيقول له انا هو خصمك، هو حابب اقول لك اني مش هرحمك. ليليان بيهجم عليه وبيقول له بطل سخافة، يلا بينا نبدأ القتال. وبحسب كلام البنات دول فيانج يبقى حفيد الشيخ الرابع، وبيعتقدوا ان ليليان ما عندوش اي فرصة في الفوز، وده عشان يانج محارب 6 نجوم. وبالنسبة لجون ولينتيان فدول احفاد الشيخ الثالث، وبيجيبوا سيرتهم في الموضوع انهم تم هزيمتهم من قبل لينيان. نرجع بقى ليانج واللي بيهجم عليه بكل شراسة. ليليان بيتجنب كل هجماته حرفيا. في الوقت ده بيندهش ابوه من سرعة ردود افعاله، وشيو اير بتكون متوترة جدا لانها خايفة ان اخوها يخسر. ولكن مين ده اللي يخسر؟ ده وحش كاسح بكل ما تعنيه الكلمة، حرفيا بيهزم يانج هزيمة ساحقة. الحكم بعدها بيعلن فوز المتسابق رقم 3، وشيو اير بتروح عند اخوها وبتقول له انت كنت عظمة وانت بتهزم يانج. ليليان قال لها ده مش حاجة، انا بس مستني اهزم وبفارغ الصبر، ساعتها هيكون هو ده الجمدان. اخته بتقول له انت تقصد حفيد الشيخ الاكبر واللي هو محارب 8 نجوم؟ هو انت وصلت لمحارب 8 نجوم ولا ايه؟ ولكن بيطيحهم الشيخ وبيقول لهم من المستوى السادس الى العاشر يدخلوا الحلبة. اخته بتقول له انا لازم اروح علشان ده هو دوري. بيقول لها ليليان خلي بالك. وبعدها بتبدا الجولة الثانية وبينزلوا طحن في بعض، وليليان بيطمن لان ردود افعال اخته سريعة جدا، وبالاضافة ان جسدها صعب يقهر في نفس المستوى، وفي اقل من ثانية بتخلص الشياوير الجولة. وليليان بيقول ده متوقع، اكيد كانت هتهزمها بكل سهولة. ومن هنا بتبدا كذا مباراة، ولكن في الجولة الثانية بتخسر الشياوير، وبتقول دلوقتي انا مش هعرف الحق باخويا ليليان. ليليان بيحاول يراضيها وبيقول لها انت عملت اللي عليكي، ولكن الشخص اللي قدامك كان محارب ذو 6 نجوم. ومن الناحية الاخرى بيقول لهم الحكم الاشخاص اللي هنا هم اللي هيتأهلوا للجولة الثالثة، وهم لين وو ولينشيا ولينيان. ليليان بيقول لهم 13 واحد دخلوا الجولة الثالثة، بس ده معناه ان في شخص مش هيكون له منافس. الشيخ بيقول لهم هتعملوا قرعة تاني، والشخص اللي هيحصل على الورقة الفارغة هيدخل الجولة الرابعة بدون اي قتال. وشياو اير بتزق اخوها وبتقول له روح اعملها بسرعة، وبالفعل بيعمل كده. وشياو اير بتقول من الشخص المحظوظ اللي هيحصل على الورقة الفارغة، ولكن المرة دي مش حلف الحظ لليان واخد الرقم 5. وفي الناحية التانية بقى اللي بيحصل على البطاقة الفارغة هو لين وو. وشياو اير بتقول لاخوها الشاب ده محظوظ فعلا. ليليان قال لها المحظوظ فعلا هم المتسابقين، وده عشان هم كده مش مضطرين يقابلوا لين وو، وده طبعا شيء مريح بالنسبة لهم. بعدها بيقول الحكم المتسابق التاني يدخل الحلبة، وبالفعل بيدخل وبتكون بنته بالمناسبة اسمها لين يون، وهي محاربة من فئة ال8 نجوم. وشياوير بتقول لاخوها البنت دي اسمها لين يون، وبالمناسبة الكل متفائل بيها، وده غير انهم بيقولوا ان المسابقة الأخيرة لازم تتحدد بينها وبين لين وو. ومن الناحية التانية بقى بوكس من لين يون بيخلص على المحارب اللي قدامها. لين يون بيترعب لان الخصم اللي قدامها 7 نجوم زيه. المهم الجولة التانية بتبدأ وبيبقى الدور عليه، والشخص اللي هيواجهه المرة دي هو جون. حرفيا الواد ده منحوس جدا. ليليان بيقول له نورت والله. جون بيقول له اسمع يلا، انت هزمتني المرة اللي فاتت، ولكن ده مش معناه انك هتهزمنا المرة دي، هو ده عشان اصبحت محارب 7 نجوم. ليليان بيقول له مالك مقوي قلبك كده، حتى من غير روحي فانا ههزمك برضه، يخرب بيت الثقة اللي عندك، بس في الاخر انت ولا حاجة، وانا بتاسف لك دلوقتي لانك هتخسر مرة تانية. جون بيتعصب وبيقول له عاوز اشوف ده بعيني. بعدها بتبدأ المباراة وجون بيهجم عليه في لمح البصر، وبيقول له انا مش هخليك تستخدم روحك المرة دي. وفي الناحية التانية بقى بيشجع لينتيان اخوه، وبيقول له ما ترحموش انا عاوزك تنتقم لينا. نروح بقى للسادة شينو اللي هو جد جون، وبيقول من ساعة هزيمة جون في المرة الأخيرة كان بيتدرب بجد، ومن هنا جده بيكون واثق انه مش هيتهزم المرة دي، وده عشان هو اداله حباية خلته محارب 7 نجوم. وفي الناحية التانية بيكون ليليان واقف قدام جون، وفجأة بيختفي من قدامه في ثانية. ليليان بيعدي من جنبه ولا كأنه موجود، وبيستعد علشان يهجم عليه،
ولكن ايديهم الاتنين بتتصادم في نفس الوقت، ومن قوة التصادم جون بيطير لورا. جون بيترعب وبيقول له انت اتعلمت الخطوة الضبابية ازاي؟ هو انت بدأت ممارسة الفنون ولا ايه؟ بس مع كل القوة دي انت على كده محارب 7 نجوم. ساعتها الناس بتتفاجئ وبيقولوا انت وصل لمحارب 7 نجوم. وفي الوقت ده هابو ليليان بدأ يشك ان ده ابنه، وده عشان هو مخبي عنه حاجات كتيرة. في الناحية التانية بيقول ليليان لجون اخيرا عرفت، ولكن ده بعد فوات الاوان، وبرجل واحدة بيطيره بره الحلبة. لينتيان بيقول لاخوه الله يخرب بيتك كسفتنا قدام الناس. وبعدها الحكم بيعلن فوز ليليان. الشاور بتروح عند اخوها وبتقول له ما انتش عارفه اقول لك ايه، واذا كان على والدنا فهو مندهش جدا. ساعتها ليليان بيبص لوالده وهو بيقول له ابنك مش عديم الفايده. ومن الناحيه الاخرى الشيخ بيقول لهم 7 منكم دلوقتي هيتنافسوا على المراكز الثلاثه الاولى، ولو في حد عاوز ينسحب فالباب مفتوح. المتسابقين ما بيصدقوا يخلعوا لكي ينسحبوا واحدا تلو الاخر. والشيخ بيقول لهم الاربعه الفاضلين يجوا يسحبوا القرعه، وده علشان نعرف مين هم اخصامكم. وبالفعل بيسحبوا البطايق وبيكون ليليان في مواجهه تاو. وبيتضح ان الشاب ده مش من عائله لين الحقيقيه، ولكن مع كل ده هو عنده موهبه خارقه، وهو دلوقتي اقرب لمحارب 8 نجوم. بعدها تاو بيقول له انا شفت كل مبارياتك وعارف انك قوي جدا، وعلشان كده مش عاوزين نضيع وقت كتير، انا عاوزك تستخدم اقوى مهاراتك قدامي. ليليان في الوقت ده بيعرف ان روحه مصنفه من فئه الرياح، وبعدها بيدي امر لتابوتو بامتصاص روحه. ساعتها تاو بيقول في نفسه انا شفت جون وهو خايف من روح ليليان، وباي طريقه ممكنه لازم اكون حذر على قد ما اقدر قبل ما اخد اي خطوه. وساعتها تاو بيقعد يلف حواليه بسرعه البرق، وليليان بيقول عليه هو سريع جدا ولكن ده من غير اي فايده، وبيستعمل قوته وبيخلي التابوت يمتص سحره. تاو بيثبت في مكانه وهو بيكون مش عارف يحرك جسمه. الواد بيترعب لانه مش عارف يحرك ايده حتى. في نفس اللحظه ليليان بيهجم عليه بخطوه الضوء الضبابيه. تاو بيحاول يعمل اي حاجه ولكن خلاص ما عادش فيه اي فايده. ليليان بينزل طحن فيه وبيطيره بره الحلبه. تاو بيقول له انا خلاص استسلمت، وبكده بيكون ليليان فاز في الجوله الثالثه. وليليان بينزل عند تاو وبيقول له انت بخير ولا ايه النظام؟ تاو بيكون سعيد وبيقول له خلاص يا عم ما فيش مشكله، ولو سمحت الفرصه اتلك في المستقبل فانا هحاول مره تانية. ليليان قال له خلاص يا عم وانا هكون مستنيك. بعدها الحكم بيقول لهم المجموعه التانية يدخلوا الحلبه، وهي لها من جوله حماسيه. المره دي القتال بين لين يون ولين وو، والناس بتراهن ان المركز الاول هيكون لواحد منهم. وسرعان ما بدا القتال الاتنين بينزلوا في بعض تكسير. لين وو بيقول لها ان قوتك زادت في الاونه الاخيره بشكل ملحوظ، ولين يون بتقول له انت برضه قوتك زادت. والغريب من ده كله انهم اولاد عم. بيقول لها شكرا على المدح ولكن المركز الاول بتاعي، وكل منهما بيستخدموا اقوى المهارات الخاصه بيهم. ومن الناحيه الاخرى بتقول الشاور لاخوها برايك مين اللي هيفوز؟ قال لها من اللي انا شايفه فلين وو هو اللي هيفوز. الاتنين بينزلوا طحن في بعض لدرجه ان الناس اللي بره بتخاف، والظاهر كده ان التعب بان على لين يون. وهي ترى ازاي هتواجه المشكله ديت، وهل هي هتفوز ولا هتقعد جنب اخواتها؟ استنونا في الجزء الجاي علشان تعرفوا ايه اللي هيحصل لها. وبس كده يا بطل، لحد هنا بينتهي الجزء الثالث من حكايه لينيان، وان شاء الله الجزء الرابع هيكون قريب جدا. فما تنساش بقى تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك، ولو كملت لحد هنا فعش يا بطل. ويلا اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.